صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات. تعالوا بقى شوفوا انا عامله ايه. شايفين الجمال والحلاوه؟ لا لا لا، انسي اي طريقه جلاش تعمليها. شوفي الفيديو ده وقولي لي ايه رايك. ما تنسيش تعملي لايك، ولو لسه اول مره تشوفيني تشتركي في القناه وتتابعيني على صفحه البيت عيله سيما. يلا يا ستي اقولك انا عملت كل الحاجات الحلوه دي ازاي. حاجة سهلة وجميلة وما خدتش مني وقت كده، وطعمها خطير وحلوة قوي 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 قوي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. شايفين الطعمة؟ لا لا لا، انا كده الرجيم رايح في داهية. لا لا لا، بس خرافة، طعمها حلو وجميلة عارفين لذيذة وسهلة وبسيطة. تعالوا بقى اقول لكم انا عملت الجمال ده ازاي. معايا واحدة جلاش، انا طبعا هفتحها وهقطعها. شايفين؟ اقطعها تقطيع صغيرة. لو عندك جلاش كده بايظ في التلاجة يعني مفروت، حلو، ده جميل قوي. انا السكينة بتاعتي مش عارفة مالها، تلم ولا ايه. هجيب سكينة تاني، مش هينفع هتشوفوا دلوقتي يعني مشاكلي بين السكاكين. نفس الكلام، السكينة برضو تلمة، معرفش في ايه يعني. اهو لازم نقطعها تقطيع صغير مش تقطيع كبير. استنوا بقى هنقطعها بحاجة تانية. اشوفوا بس السكاكين عندي يعني بعافية شوية. جبت المقص ده بتاع الاكل النضيف يعني. هقص بيه برضو نفس الكلام، معرفش فيه ايه. تعالوا بقى نحط الحاجات دي في الصينية ونقعد بقى ايه نقطع الجلاشة بالمقص. خلاص خلصتها اهو، وقعد بقى ايه يعني اوزعها كده وافنطها عشان ايه ما يبقاش فيه ورق ماسك في بعض. جبت كوبايه معلقه، كوبايه سمنه بلدي سيحتها، او زبده او سمنه على زيت، يعني المتوفر عندك. وتقلبي كل الكلام ده الجلاش مع السمنه البلدي وتحطيها في الفرن، يا اما تحمريها على البوتاجاز. بس لسه هنقف في الحر ده، لا لا لا، خلينا بقى ايه في الفرن بقى ايه ياخد له لون. انا حطيت بقيه الكميه كلها، انا عملت الجلاشه كلها لفه الجلاش اهو. بقيت ايه اوزع السمنه كلها على الجلاش واحطه في الفرن. معايا 3 كوبايات لبن زي ما متعودين، ومعايا معلقتين كاستر، 4 معالق كاستر، و3 كوبايات لبن. وهنحط معلقتين سكر على حسب السكر اللي انت عايزاه، بس انا مش عايزاه مسكره عشان انا ناويه اكل منها. تمام. عايزه بقى تزودي السكر زوديه. هنقعد نقلب فيه اوعي تسيبيه ايدك على طول ماسكاه، اوعي تسيبيه خالص. نحط كيس فانيليا، كيسين. لو عندك فانيليا سايبه ماشي، جميله قوي. شايفين؟ هنقلب كل الكلام الحلو دوت، وما ايديكي ما تسيبوش خالص، لو سبتيه هيكلكع. عندك كريمه لباني ماشي، كريمه قشطه ماشي. انا نزلت قشطه وكريمه لباني، وهنقلب كل الكلام دوت ودينا فيه. شايفين؟ اول ما تلاقيه بيغلي كده ويبقبق من فوق تعرفي ان كده خلاص يبقى كويس، هندفع عليه. شايفين ايديا ما سبتوش خالص، وعماله اقلب فيه عشان ما يكلكعش مننا وما يبصش. شايفين ايدي ما سبتوش خالص. هوريكم انه خلاص اهو هيبدا يبقبق من فوق من الجنب كده. بكده خلاص احنا هنطفينا عليه. تعالوا طلعنا الجلاش من الفرن خلاص، قلبناه وبقى زي الفل. تعالوا بقى نجيب البولات اللي عندنا. هنحط معلقه الكريمه الجميله الحلوه اللي احنا عاملينها ديت، ونحط الجلاش من فوق. هتسالوني دلوقتي انت مش هتحطي شربات؟ لا هحط طبعا، بس هوريكم انا هحط ازاي. دلوقتي حطينا كريمه من فوق وهكذا، ونحط الجلاش. معايا شوكولاته فرماسيه، معايا فرماسيه وشوكولاته شيبس، هنحطهم فوقيها كده. بصوا مزوقين بقى البولات اللي معانا. هنجيب البوله التانية بقلب الكريمه. شايفين؟ ونحط بقى جميله ورق وحلوه جدا، وطريقه سهله وسريعه ومخدتش مني وقت الصراحه. الجو حر يعني، انا قلت عايزه اعمل حاجه مسكره وكمان ايه ما تاخدش معايا وقت، وكمان حاجاتها موجوده في البيت اهو. حطيت الجلاش وبعدين هحط الكريمه، هوزعها في البوله خالص. وبعدين هحط بقى الفرماسيه
واحط شوكولاته شيبس، اي مكسرات عندك، اي شوكولاتات، الحاجات اللي انت تحبيها، واحط الكميه التانية. شايفين بيض الكريمه عملت معايا كميه حلوه وجميله. لو عندك ضيوف جم فجأة كده وحبيتي ان انت ايه تعملي لهم حاجه جميله وكده، ويعني حاجه تشرفك. شايفين؟ لو شايفين الفيديو محتوى مفيد ما تنسوش تعملوا لايك، ولو عجبكم الفيديو فعلا اعملوا لايك واشتركوا في القناه. شايفين الجمال عملت قد ايه؟ ولسه عامل بوله كمان، بس انا ركناها ورا، هاكلها كده على جنب، هزقيها بقى بشربات، اوزعها بقى بشويه شربات كده. شايفين؟ لا لا لا، خطيرة وجميلة ومش مسكرة وناعمة كده، حاجة كده يعني في قلبك زي ما بيقولوا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتعملوا شير، ومستنياكم بقى في الفيديوهات اللي جاية. شايفين؟ لا طعمة وخطيرة، ومستنية بقى لايكات وتعليقات وتعملوا شيرات. شايفين؟ شايفين البول قد ايه؟ وشوكولاتة الشيبس وفي المصرية. شايفين؟ اي مكسرات عندكم حطوها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش بقى تستنوني في الفيديوهات اللي جايه. تعالوا بقى ناخد بقى معلقه كده. هو الرجيم كده ضايع مش مهم، بس هو على فكره مش مسكره قوي، يعني السكر بتاعها بسيط قوي. لو مامتك هتاكلها او باباكي او اي حد عنده سكر يعني مش هتأثر معاها، سكرها خفيف جدا. شايفين؟ مع السلامه.